السلام عليكم. فيديو جديد مع بيوتي في الاهلاوي. اللي يجيبه ربنا كويس لاي بني ادم، اللي يجيبه ربنا نحمد ربنا عليه. الله يكون في العون لعيبه الكوره. انا جربت من 4 ايام ولعب كوره وجالي اللي جالي، والحمد لله وشكر لله. كوع خلاني قاعد مش شايف حاجه، وجاله شد كمان يا جماعه، وجالي كل حاجه، جالي شد في رجلي وجالي كل حاجه تتوقعوها. وكوع واحد ما شاء الله ما شاء الله كان زي ما يكون جاي متسلط عليا من نادي الزمالك، قدامي بالكوع دمرني. عشان راح لعب من غيري، بس هو راح لعب من غيري. نتكلم على طول بقى. الحاجه الوحيده اللي صبرتني امبارح وما قدرتش اطلع معاكم، كنت تعبان قوي، فوز النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه اتحدى المستحيل، والله العظيم، وبيلعب باي حد وبيلعب في اي ظروف. سيبكم بقى من اللي يقول لك الطياره الاهلي لعب، سيبكم من الاتحاد الافريقي اللي كان متامر على النادي الاهلي ما رضاش ياجل الماتش يوم. كل ده والنادي الاهلي عارف هو رايح يعمل ايه، رايح يكسب بلعيبته الرجاله وجمهوره المحترم اللي في قلب الملعب. يمين الله، الواحد كان اللي فيه وفرحان فرحه الدنيا لعيبه الاهلي، فرحان فرحه الدنيا للجمهور المحترم. يا جماعه النادي الاهلي امبارح شفتوا مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي، اقسم بالله مكسب كبير. شفتوا اللعيبه كلها رجوله. يمين الله ما في لعيب في الملعب اصلا يا جماعه، ده احنا بنلعب بخط النص كله متغير. خط النص شفتوا عمرو السوليه القائد امبارح يا جماعه، شفتوا التمريره بتاعت عمرو السوليه المودس، ومودس راح جاي ساندها لحسين الشحات، حسين الشحات داخل جايب المكسب. يا جماعه الف مبروك للنادي الاهلي، 9 بونت يا اهلاويه خلاص بنسبة 100%. النادي الأهلي أول مجموعته من أبو يوسف الأهلاوي. يمين الله النادي الأهلي أول مرة نحس إن إحنا بنلعب بتيم مش كامل، ما كامل إلا محمد وكله صلى على النبي ويدعم أخوه أبو يوسف الأهلاوي وينزل اشترك وادعم، وبأمر الله بدون ما قطع كل فيديوهاتنا تجيلك. يا جماعة الفترة اللي جاية ضغط ماتشات للنادي الأهلي، إحنا بنلعب في عين جاية في خط النص. إحنا شفنا إمبارح يا يوسف بنلعب بمين في خط النص؟ كريم ندفيد. كريم نيدفيد اتكسر صح ولا لا؟ صح. ياسر ابراهيم ولا وعمرو اللهم صل ياسر ابراهيم اتكسر. حتى كريم نيدفيد اللي لسه جاي انا ما اعرفش ايه حكايه ان كريم نيدفيد مع النادي الاهلي، كل ما يحط رجله في الملعب يتكسر، كل ما ينزل هنحس ان هو هيلعب كوره يجي له شد. ما اعرفش، انا جالي شد. انا عذرتك يا كريم يا نيدفيد، يمين الله انا عاذر كل واحد بيلعب كوره من اللي حصل لي في عيني وفي رجلي. يا جماعه ان شاء الله بدون مقاطعه الف مبروك للنادي الاهلي ومارسيل كولر ولاعيبه النادي الاهلي. وبقول كلمه لعبد المنعم، كلمه لعبد المنعم، بطل بقى الغرور ده. انا عايزك تلعب يا عبد المنعم زي ما كنت بتلعب. الغرور ده هيوديك في داهيه، الغرور ما بيديش صاحبه ولا في داهيه. يا عبد المنعم شوف اللعيبه اللي بتلعب الرجاله اللي جامده. شفنا رامي ربيعه لما نزل ادى، شفنا وسام ابو علي. وسام ابو علي ده يا جماعه هيبقى فرود النادي الاهلي، ده اساسي اقسم بالله، عنوانه فرود النادي الاهلي، تحركات وسرعات واي حاجه بيجي بيلطشها. وشفنا امام عاشور لما نزل. يا جماعه فرقه النادي الاهلي بامر الله بدون مقاطعه ان شاء الله الفتره اللي جايه الاصابات تخف عن نص الملعب. اتفرجوا ان شاء الله. وفي مفاجآت النادي الاهلي عاملها السنه الجايه في خط النص، مكوينه ومن رمضان. الاثنين دول النادي الاهلي يعتبر مخلص فيهم يا جماعه، عشان ديانج مش مع النادي الاهلي خلاص. بعد احترامي لكل اللي عمله ديانج معانا وعلى دماغنا، ديانج بره النادي الاهلي السنه الجايه. ديانج بره ومحمد بن رمضان داخل الاهلي. بوكوينا وبن رمضان دول هيبقوا الاثنين في خط نص الاهلي مع امام عاشور مع مروان عطيه، واتفرجوا على خط النص. واحنا بقى نتكلم. رجع برضه ده السوليه ده يا جماعه، عمل ده قائد. عمرو السوليه القائد من ابو يوسف الاهلاوي، اقسم بالله عمرو السوليه قائد. هنخش ونصلي على النبي عشان داخلين على خيبه بيراميدز. اهم حاجه بس عايزين نعرفه ان اصابه كريم ندفيد شد في السمانه، كريم ندفيد شد في السمانه ماشي، وياسر ابراهيم شد في الخلفيه، وياسر ابراهيم شد في الخلفيه، وابو يوسف الاهلاوي شد في الخلفيه وكدمه في العين اسبوعين. بس هطلع، بس ان شاء الله هطلع. المهم يعني بيراميدز وخيبته. بيراميدز خد 3، انا مش عارف اتكلم، 3 مع الرأفة من مازيمبي. ادي بيراميدز، ادي اللي انا قلت لكم عليه. قلت لكم يا جماعه يمين الله بيراميدز ده ما هياخد اي بطوله، واللي انا اتكلمت فيه وقلت لكم الفريق اللي جاي عشان يهين النادي الاهلي ويفكر نفسه يبقى راس براس قدام النادي الاهلي مهما معاه فلوس انسوا. الفلوس ما بتعملش شخصيه لعيبه يا جماعه. بيراميدز اهو متهان في مازيمبي بال3. ده بيراميدز لعب 5 ماتشات ما جابش الا جون، ما جابش الا جون واحد. يمين الله
يا جماعه اللي أنا اقدر اتكلم معاكم فيه اللي احنا الفتره اللي جايه ايه يابا؟ ابتدى لا ماشي عايزين يابا. برضو نتكلم على عقوبات رابطه الانديه يا عم. ده رابطه الانديه بقى، نخش بقى على رابطه الانديه بتاعت الاسماعيلي والزمالك. مباراتين اقسم بالله حاجه تسد النفس. ده المفروض ده لو الاهلي اللي هو اللي عمل كده كنت عملته جنايه، كنت قلت جمهور الاهلي ما ينفعش يخش لا ده كان هيقول لك حظر حظر ومش عارف ايه.